عسلامة ومرحبا بكم متابعينا وين ما كنتم اطارات المنظمه الوطنيه للطفوله التونسيه على كامل تراب الجمهوريه. جينا لكم وجينا بجديد من مشروع يوميات مدربين في اونيت، برنامج جديد اسمه موجة شو تايم 100% اونيت. لكن هات قبل نتعرفوا على الكرونيكور كيفاش يرافقوني في حلقه الليله. معانا باش يكونوا معانا المي حموده، المي تيسير، والمي تقوى. عسلامة حموده ومرحبا بك معنا. عسلامة موجة، مرحبا بكافة متابعينا. ان شاء الله تكون حلقه خفيفه مزيانه، نعملوا برشا جو مع بعضنا وان شاء الله تعجبك. عسلامة تيسير، مرحبا بك. عايشكم بك في موجة، مرحبا بكل الإدارات اللي تتفرج فينا من وراء الإكران تاع التليفون. محلاها المنظمة منورة بيكم وبينا بيان سور، إن شاء الله تعجبكم الحلقة ولا. عسلامة تقوى ومرحبا بك معنا. عسلامة موجة، عسلامة مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نعدي وقت مزيان مع بعضنا وإن شاء الله باش نقدموه يعجب المشاهدين بتاعنا. نتعرفوا على ضيفتنا اللي تدور تونس من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، ما تلقاش في حد ما يحبهاش، لما تتميز به من دماث الاخلاق وحب الاطارات لها. نستقبلوا مع بعضنا شحرورة المنظمة المي ايناس الشين. عسلامة مي ايناس. عسلامة موجة، عسلامة الأولاد، ميرسي بوكو على الاستضافة الحلوة هذيا. يعطيكم الصحة على البرنامج، شكرا على الكلمات المزيانة اللي قلتوها في حقي، وإن شاء الله تتعدى حلقة مزيانة تعجب اللي يسمعوا فيها. مينوسا لو كانت تعرفنا على روحك أكثر وتعطينا فكرة على مسيرتك في المنظمة. أنا إيناس الشين، نشغل خطة كاتبة عامة بالمكتب الجوي بأريانا، مديرة نشاط ومكون اختصاصي النشيط بالمنظمة. متزوجة، عندي زوج صغيرات بعدي وميرا ربي يتقبلها. يعيشك ربي يخليك، ومتحصلة على الأستاذية في المحاسبة، عندي ماستر في الكوتشينج. توا نخدم ان طونك شيف دو ديبارتمون في ليزافير سوسيال في شركة في البحيرة في تونس. بالنسبة لمسيرتي أنا اللي ما يعرفنيش برشا، أنا بنت نوادي. أول مصافحة كانت ليا في المنظمة وأنا عمري 5 سنين، كيما الصغيرات الكل مشيت للنادي، تعلقت بالمدربين بتاعي، كانوا مثلا مدربين خلوني نحب المصايف برشا. دونك كملت، يمكن زاد شافوا فيا اللي أنا شغف نتاع الغناء، أكثروني حبيبوني في المنظمة، كملت كيما الإطارات الكل. دونك كملت ان طونك عضو مشترك لين وصلت للتربص التكويني. عديت التربص التكويني نتاعي عام الباك، بعد نجحت الباك في جابس، ومن بعد جيت عديت التربص التكويني في تونس، وعرفت العائلة الجديدة اللي في تونس، حاجة معناها كانت لي فرحة كبيرة في حياتي. عديت التربص التكويني، من بعد تدرجت، عملت اختصاصاتي وعملت كملت حتىش اخر تربص عملت هو تربص الاداره ب 2019 في الرسمه في الحمامات. دونك هذايا لمحه صغيره على التربصات اللي عديتهم انا في المنظمه. لمحة صغيرة، تجربة كبيرة. يعني شكرا بفضلك. شكون الأشخاص اللي كان عندهم أثر طيب في مسيرتك؟ وشكون المكون اللي تحب تقول له كلمة شكر من قلبك؟ شوف، انا نعتبر روحي من المحبوبين الحقيقه في المنظمه من اول ما بديت، من عمري 5 سنين. الناس اللي اثرتني كانوا من احلى الفريق اللي قابلته في حياتي، والتو عندهم اثر كبير عليا. الناس هذوما كانوا في مدرسه الجمال في جابس، معناها هما اكثر ناس اثروا فيا باش خلوني نحب المنظمه. ومن بعدين في التربص التكويني جيت مع زاد ايكيب، اللهم صل على النبي، معناها انتم تعرفوا من المكونين اللي موجودين توا، معناها انا كان معايا وقتها دور توم، ما نحبش نذكر باش ما ننساش برشا، اما مي كريم الدوادي اللي كوني باغ اكزومبل، الناس ما تعرفش اللي كوني، مي حسنين سويسي، مي خمس جلاسي، مي تويلي، مي رياض الماجدي، معناها مي يوسف الشايبي، كونوني فله ما شاء الله، معناها وهما وقتها كانوا ديستاجير، دونك عطاو من قلوبهم وخلوني بالحق وقتها خرجت فرحانه بطريقه حبيبوني اكثر. دونك الناس هذوما بعدين مشيت للاختصاص، مشيت للاختصاص لقيت ناس امنت بالموهبه اللي عندي. وقت نقول لك انا الناس اللي على قد مسيرتي كلها عندهم الفضل عليا. في الاختصاص انا تكونت على ناس ما شاء الله قامات، او باش نبدا لك حتى ان شاء الله زاد ما ننساش الاسامي. كونت على مي شفيق، كونت على مي فلوس، كونت على مي نبيل مقدم، هذوما الناس اللي كونتني. كونت على مسايف الدين الجندي، كونت على مي بابا ويسا. دونك يعني هي شويه رحم. دونك انا ما نتصورش انسان باش يتكون على الناس بالقيمه والكفاءه هذه باش يكون اقل من انا. بالنسبه تسال فيا على شكون اكثر واحد
معناها اثر فيا واكثر واحد مواجه له فضل كبير اكيد بدون معناتها ما نخمم اللي هو مريض بوميزه الله يرحمه وينعمه. مريض كان بالنسبه لي الاب الروحي، كان بالنسبه لي الخو، كان المعلم، كان المكون. مريض يعمله لي مش نتاع تكوين، مش نتاع مريض اكثر عبد عنده المزايا عليا في التكوين. الحقيقه هو معناها الفضل اللي الله يرحمه وينعمه ان شاء الله في الجنه. اكيد كنا نحبوا مريضة ان شاء الله ربي يرحمه، وكنا نتكونوا على يديه وان شاء الله من دنيته بالجنه. ايناس المسؤوليه اللي تحب تتحملها في صلب المنظمه الوطنيه للطفوله التونسيه؟ انا والله مانيش من هواة المناصب الحقيقه برشا، ما تستهوينيش المناصب برشا، لكن كان فما حاجه في ميولاتي انا واهتماماتي واللي اني نجم نضيف للمنظمه اني نكون في التكوين. يمكن اكثر حاجه تستهويني معناتها اني نكون في التكوين. ايناس كيفاش تقيم الوضع الحالي للمنظمه؟ الوضع الحالي للمنظمه انا اشوف انا نقول طنكم منظمه مازالت موجوده وصامده معناها لاباس الحمد لله لاباس. رايي الشخصي المنظمه تنجم تكون خير. علاش؟ خاطر عندنا من الكفاءات البشريه في المنظمه سواء الكبار نحكي على الكبار والا الشباب ما شاء الله. كان احنا نحاولوا كيفاش معناها نستغلوا دون لو بون سونس، معناها نستغلوا الكفاءات اللي عندنا. اكيد مستقبل المنظمه باش يكون خير. ان شاء الله ربي يجريها على السلام وان شاء الله ربي يجيبنا في السويق. اللجنه الوطنيه للاناشيد هل قدمت الاضافه في التجديد والتوثيق؟ مع العلم ايناس نعرفوا اللي فما مكونين كتبوا اناشيد جدد حلوين وطندونس نجموا نعتمدوهم في دوراتنا التدريبيه. تعرف بالنسبه لي انا اللجنه الوطنيه للاناشيد من احسن المشاريع اللي اتعملت. برك الله شوف كاريري قداش انا في المنظمه، من احسن المشاريع اللي اتعملت هي اللجنه الوطنيه للاناشيد. قول لي علاش؟ اللجنه الوطنيه للاناشيد اول حاجه لمت المكونين اللي في الجمهوريه كلها نتاع الاناشيد اللي هي سابقه. انا كحياتي ما كانتش موجوده سابقه ان تلم المكونين في الشمال للجنوب. كانت لما محلاها فيها تلاقي افكار وايشانج نتاع اكسبيريونس وثقافات ما شاء الله. والهدف نتاع اللجنه شنو اللي كان ان احنا نلموا ساعه تو دابور نلموا الاناشيد معناتها الموروث نتاعنا نلموه باغ لا سويت نحاولوا نكونوا معناتها كومون ديراج كيما نقولوا احنا الباليز للمكون العباد نفس معناتها مكون الاناشيد الناس كلها نحكيو بلا ميم فاسون نحكيو نفس اللغه. ونتصور احنا نجحنا خاطر لجنه الاناشيد تلمينا برشا مرات ووصلنا باش لمينا ما نعرفش اكثر من 250 انشوده وقع تصليحهم بالطبيعه خاطر كانوا معنا ناس ما شاء الله معنا من الكبار للصغار. وعلى فكره لجنه الاناشيد هذه لمت الشباب ولمت الكبار، لمت ناس معنا ما شاء الله كيما مي فلوس مي رضا يرحموا مي عربي الغاز مي ما شاء الله غير ما نزيد نذكر الاسامي مي لمت ناس من كاليبر معين ولمت الشباب اللي وقت اون 2018 مازال كيف خرجوا من تربص المكونين وعندهم اختصاص اناشيد. دونك كان بالحق انا نحس ان الهدف بتاعنا اكمل. باغ كونطر تقولي انت الاناشيد الجديده هكا سالتني الاناشيد الجديده معناتها علاش هو راهو ما كانش الهدف نتاعنا اللي احنا باش نلموا الموروث واللي باش الموروث هذاك نحطوه في بريد معناتها المكون. في مرحله ثانيه احنا عمرنا لا كنا ضد الحاجات الجديده والحاجات الفنيه اللي عملوها الشباب لا بروف هكا وقت انت فكره محلاها من عندكم بدون احنا ديما معكم ما بين ايدينا خاطر احنا الشباب انتم المستقبل انتم باش تكملوا من ورانا. احنا سما كبرنا خذينا المشعل ان سارتان مومون اعطينا من رواحنا وعطينا من وقتنا تو وقتكم انتم. بتاتر كانت نجم تكون دوزيام ايتاب الحقيقه اللي معناتها ابداعات الشباب كان نجم تكون دوزيام ايتاب. للامانه انا باش نقولها بور لا بروميير فوا احنا رانا وصلنا عملنا حاجه باهيه. جات الكورونا وقفنا جات موت مريضه تعبنا بالحق تعبنا سورتو انا تعبني تعب الهيئه الكل. بعد مالوروزمون مات مي حسين القدوني في الهيئه ومات مي محمد بن حسين زاد. دونك راهو انك تفقد ثلاثه من هيئه من لجنه وطنيه ثلاثه ناس معناها انت كنت تحبهم كانوا نهار الحقيقه. دونك النتيجه ان البرنامج ما خرجش اما هو كوبي زيرو رايح هذا للامانه. ان شاء الله انا كان بالعكس كان ان شاء الله باش نكملوها خاطر المشروع كيما هذا لازمش يقف في الفطر. انا شو نقول كان الشباب مكونين الشباب يسمعوا فينا
وكان هم عندهم اختصاص. انا جيت انا من احلى ديما نرحبوا اي سورتو معناتها عبد باش يجيب لي حاجه جديده ولا باش نحطها في الكتيب هذا اكيد باش يصير معناتها باش يلقى الترحيب الكامل مني ومن اعضاء اللجنه. وتوا باش نتعداو للفقره الثانيه باش نلعبوا لعبه مع ضيفتنا واللي كرونيكور بتاعنا توب ولا فلوب. هل عادي انه مكون في تنشيط سهره يفك الميكرو المدرب وينشط فيه بلاصته؟ حمود. انا قلت توب على خاطر ينجم يكون المكون هذاك عنده فيزيون معينه اللي يعمل فيه المنشط ولا المدرب وقتها ماهوش صحيح ماهوش بيداغوجيا باش يصلح له باش ينقذ الموقف ينجم يقص عليه. اما صالير قال توب فلور على خاطره مدرب جديد لازم يتعلم. تفسير. انا قلت فلوب على خاطر نورمالمون كمكون يعرف السهره نتاعو شنو اللي باش يصير بالضبط، شنو باش يقول المنشط اللي شاد الميكرو. دونك نتصور فلوب على الاخر على خاطر ما يجيش معناها قد فما ديزانفيتي يجي تفكروا ديجا صارت قدامي قداش من مره جيت تفكروا معناها نحسها تطيح هيبه وقيمه شويه. دونك ماذا بينا نحاو الحكايه هذيا ميساج كي ناخذوا معناها نعملوا اتيود على البروغرام نتاعنا قبل ما يصير قبل ما تصير معناها السهره ولا ليميسيون اللي باش تصير ولا فلوب على الاخر. تقوى. انا قلت فلوب خاطر انا جو فوا حتى كان فما شكون قاعد يقدم المكون الفلاني ما عجبتوش حاجه جو فوا كو يجبدوا بعد سهريه في الكويزينه تاعهم وحدهم يقولوا راك عملت حاجه هكا صلحها باش ما يضيعوش ثقته قيمته قدام لي زانفيتي ولا قدام صحابه. كان جو فوا هذاك علاش قلت فيه. نسمع رأي موسى. باهي شوفوا انا قلت توب وفلوب او ميم طون. يمكن في التربصات ان شاء الله وقت المكونين توا تعرفوا اللي باش نحكي انا وبدا راي شخصي الحقيقه. انا من العباد اللي نحب الناس معناها تشد الميكرو وتبدا. علاش؟ على خاطر الميكرو راهي ثقه في النفس، معناها انت باش تعطيه ثقه في روحه. انت يدخل المكون انا طنق نلقى حاجه مسموعه محلاها امورها باهيه حتى كان عملت اغلاط تعليميه مش مشكله. احنا ماناش برو حتى المكونين ماهمش برو في التقديم. انت تدخل وقت نحس فما حاجه ديفياسيون اما مش ما تفكش من الميكرو ولا عمرك فكينا معناتها انا نحكي عليها معايا والليكيب اللي نخدم معاها تجيب بكل سلاسه ما نعرفش انا هكا مش مكان ميكرو اما نحاول كيفاش نحسس اللي يزيدها في البركه على تدخل فقره اخرى. هذا رايي ما نعرفش اكزاكتومون مينوسا هكاك معناها لازم مش تجي قدام لي زانفيتي نفكروا الميكرو هذيك ميساش تجي فما معناها سلاسه في التعامل وقت يطول معي صاحب ولا وقت تحس الفقره ما عادش راغبين فيها. فهمت انا مثلا ما نعرفش جيت بحاجات ساعات فقره مش راغبين فيها تحس هو ما يحسش خاطر هو يحب يكمل. اما انت تشوفي مجموعه كامله كان قلبكم كما في حتى في انشوده ولا في حاجه تبطل وتعاون. السؤال الثاني يقول يا جماعه هل عادي انه اطار عالي بالمنظمه يحضر بصفه ضيف في حفله ختاميه يبقى في مركز التكوين ويفاجئ الجميع ويشغل خطه المدير؟ توب ولا فلوب؟ قاعد في برشا فلوب. نبداو بتقوى. انا قلت فلوب على خاطر هو طونكو جا ضيف يلزم يغزر لاحظ حاجه ياخذ بها روحه ولا ينجم بعد ما يروح يعلم بها ما نعرفش المسؤول ولا حاجه. اما الى بار دروا باش يتدخل وياخذ هو ياخذ قرار وهو مش محطوط في سلطه على انه يتصرف انه ياخذ قرار هذاك ولا يتكلم ولا يتدخل مهما كانت السيتواسيون اللي شافها. حتى كان سيتواسيون اوبليجيت عليه باش يتدخل الى بار دروا يمشي للمدير ولا للمكون يقول له راني شفتك في حاجه ما عجبتنيش ويخليه هو يدخل. خاطر بون صارت لي قبل كيف دخل ضيف ما عجبتنيش وحسيناها بيزار مي كيف جاء المدير وحكى معنا نفس الكلام اللي حكاه الضيف حسيناها عادي ما تقلقناش منها. خاطر هو في موضوع تاع انه يتصرف التصرف هذاك اما لا شفناه كانفيتي انت جيتنا جديد ودخلت فينا كيك. باش نحطوا الساده المتابعين في الاطار تقوى نحب نقول لهم اللي الحكايه هذه
صارت في حفله ختاميه يعني حكايه واقعيه، وهذاك عليه باش نشوفوا تيسير. شنو رايك؟ انا قلت فلو على خاطر كيما قالت معناها مش باش نزيد برشا على كلامي تقوى، ما تجيش معناها تدخل مثلا في وسط حفله وتعطي راي. انا نحبذ انه تكون المداخله نتاعو يمكن باستحباب زاده في اخر السهره، تكمل السهره كل يجي اخر السهره باستحباب راني ريت حاجه هكا بينا نحسنوا فيها ونعاود ناكد. حمود انا هزيت فلوب وصريح هزيت فلوب مع كامل احتراماتي للضيوف برحمة رسول الله. ما عندكش الحق اصلا كضيف تدخل للدورتوار. الدورتوار هذيك كوزينه تيرم نتاع ستاج، ما تنجمش تدخل غاديك خاطر اول حاجه كمكون ماكش باش تلقى قدرك. ثانيا لرحمة رسول الله التدخل باش يكون رزين. اطار عالي بالمنظمه. انا ما نعرفوش. انا وقتها اللي حاضر ريتو ضيف كان ساهر معنا، من بعد نتلاقى في الدورتوار عامل حاجه ممكن في الفيزيون تاعو هو يكون حسها صحيحه باش تدخل باش تدرى شنيا. اما انا ما ننصحش هكاك جنه وما نغنيش. سيسا عزيزه. انا فلوب. انا لا نعملها ولا نخلي شكون يعملها للامانه. شوف التربص عنده دوريه تكوينه، هذه معناتها انا كان واحد يتدخل حتى كان يكون ضيف عزيز، معناتها الضيف يبقى ضيف، يبقى في قدره ويبقى في قيمته في مكانته معزز مكرم. باش يتدخل في اي حاجه تهم التربص كما انا ما ندخلش في المدير وما ندخلش في المقتصد، كل واحد عنده وزيد انسان كان يجي هو ضيف ويتدخل. الحقيقه انا نعتبره تصغير لدوريه التكوين اللي موجوده في التربص. وللامانه انا عمرها صارت لي رغم معناتها انا نحكي توا كان باش تصير انا ما نقبلهاش، اما انا الضيوف اللي يجيوني ولا انا وقت نمشي ديما انا في قدري وما نقبل. ديجا من وقت جيناها ضيوف في الستاج اللي شدت فيه مديره تكويني في سوسه، رحبت بينا على الاخر، فرحت بينا على الاخر، مي قالت حاجه بركه الدروتوار والضيوف ما يطلعوش واحترمناها على الاخر، فرحت بينا على الاخر. اي نورتوني والله الاشاده معناتها ما اي وقت يجيو هي تقوى جات كلمتني ساعه باش تجي قلت لها بالطبيعه انت مرحبا بيك معناتها انا نفرح وقت نشوف حدا سيرتو الاولاد اللي كونتهم انا معناتها انسى احتماج معناتها هكا ينجموا في الترانسبور يديروا رواحهم وكل شيء. ومن بعد لقيت روحي انت جيت قلت لها تقوى مساج انت كانت تعاوننا بالحق معناتها فما ساعات اشاده للمدربات ولا ما شاء الله نشوفك مكونه وكل شيء. قلت لها مساج تقوى رانا وقت زربنا واحنا في سوسه هذا ما نجمش تعاوننا حتى نعرف عندنا ما شاء الله عليك الموهبه نتاع البراعه وكل شيء. واحنا وقتها كان عندنا كرماس ما كانش تقولي لا نحب نقعد ولا نحب والله تعرف حصرتها يمكن ساعتين ولا 3 اسابيع وهي قاعده تجلس الساعه. محليكم نتعداو للسؤال اللي بعده، والسؤال هذا مهم برشا. برنامج نفذته الاطارات نجاح تربوي وبيداغوجيا، الاولياء المسؤولين الاطفال الاولياء كل الناس كلها فرحانه. ومن بعد تجينا المفاجاه من الاطار العالي المشرف معناها المشرف لينفرد وحده بالنجاح. تيسير دونك فوت اي فوتي صالح شو عمل؟ فلوب. دونك عمرنا نجم نقول علاش فلوب تيسير؟ فلوب دونك معناها يقي كمشروع ولا كبروجرام ناجح، فمش علاش باش نجي معناها انا نحط الاضواء الكل عليا، ما يصيرش معناها نخليو النجاح هذايا مشترك بين الناس الكل، بالعكس معناها يعطي ايماج حتى لي بارون يعني العباد اللي قاعده تتفرج على الناس الكل. معناها ما نراش اللي حد يسلط الضوء الكل عليه، وهذه حاجه انا ما نحبهاش حتى في حياتي الشخصيه. حمود انا ليش باش نحكي ياسر فلوب اكيد خاطر النجاح هذاك ما وصل ولا اسمه نجاح الا بالمجموعه، والمجموعه هي اللي شاركت في النجاح الكل. معناها ما تجيش انت تنسب النجاح هذاك لك انت، ما با اصلا المصداقيه نتاع المشروع باش تنحكي. سيسا تقوى انا قلت فلوب اكيد. هو ما تسمى مشروع الا شاركت فيه مجموعه، كل واحد شنو عطاه، اللي من وقته اللي من جهته اللي من مخه، كل واحد ابدع
الابداع نتاعو في حاجه. انت كيفاش بنى حق تجي تاخذ المشروع هذاك وتقسيهم هما ومجهوداتهم تمشي كل معناها تمشي مجهوداتهم كله وتتبنى انت الفكره وحدك. بنى حق شنو الحاجه اللي خلاتك تاخذ ثقه ديال الكل في روحك وتاخذها النجاح معناها اضواء الشهره اللي تسلطها عليك انت. جو فواك فلوب مثلا فلوب على الاخر فلوب. توا تجربتي انا ما نعرفش اللي يعرفوني سورتو اولادي في اريانا خاطر هذاك اكثر البروجي نعملهم اللي انا في جهتي والناس اللي خدمت معايا في الترابصات يعرفوني اللي انا نامن بالتراباي ديكيب. معناها احنا وقت نخدم مع بعضنا تعرف علاش معناتها التراباي ديكيب يكون زاد الخدمه وعمري يخليني نخدم معناتها نفكر بالطريقه هذه. وقت تحط انت الكيب كامله مع بعضها تقولوا ها مش نخدم كان نجحنا الفرحه تبدا عامه وكان فشلنا راه مع بعض راه فشل جماعي سورتو في النجاح. النجاح هي فرحه معناها كان انت تنسبها لروحها راهي معناتها حتى اللي طرات هذوك يتخذوا ما عادش يقدمونا. دونك فلوب انا ماذا بيا وقت ما نجاح يتقاسموهم الناس الكل مع بعض. الحمد لله السنه عملنا 75 عام من التطوع. هذا سؤال في المطلق بالطبيعه. 75 عام في خدمه الطفوله، 75 عام من البذل والعطاء. سؤال: هل أدينا الأمانة بما يمليه علينا ضميرنا؟ وطول شد بالميموسة ومن بعد نمر لكم كلمة زوالين. سؤال حلو برشا في الحقيقة. هل أدينا الأمانة بما يمليه علينا ضميرنا؟ والله شوف، هو الناس ظروف. أنا نحكي على روحي. أنا ما معناها في المنظمة عندي 30 عام. الناس اللي قبلي خدموا أكثر مني. أنا اللي نشوف الناس اللي قبلي اللي خلوا المنظمة هكا، احنا جينا خدمنا. ظروفنا ما تسمحش باش نخدموا كم يفوق. أنا عطيت للمنظمة، راه مش تضحية، ما ضحيتش أنا سيدي اختياراتي، خياراتي هما اللي حبيت نعملهم غادي كتوب، ماهمش تضحيات. خاطر شنو هو التضحيات؟ نعملهم لأولادي، نعملهم لعائلتي، لا هذوما ديما يسألوني يقولوا أنت ضحيت ولا ما ضحيتش. أنا اختيارات، أنا نحب نعمل الحاجة هذيك، دونك أنا عطيت والزملاء يعطاو والمكونين يعطاو. راضية مش راضية، شو أنا كنقول راني راضية معناها نبطل العطاء. دونك أنا مازلت فيا نفس، معناها مازلت نعطي، مازلت نزيد. هذا جوابي. ما هيك ميموسة التقوى؟ باهي أنا عندي تو بريسك 20 سنة في المنظمة. جيتها طفلة في القرار بعد شوي بشوي. أنا ما حسبتش وأنا طفلة، أنا حسبت كان أنا بديتها كطفلة بعد كان مدربة وما شاء الله إن شاء الله كان مكونة ومسيرة إن شاء الله مازالت متواصلة. أنا تكونت عن قامات معناها كبار على الآخر، يمكن هم اللي زرعوا فيا حب المصايف وحب العطاء، اللي هما ميم محمد بومعيزة الله يرحمه، ميري بابا بومعيزة، ميم فؤاد، ميم وسام، كلهم ما نحبش نسمي الكل باش ما ننساش. زرعوا فينا حب المصايف، بس مانيش نعطي من غير ما نحسب، ما نخممش، ما نبداش قلقة. نحب الصغار، نحب الطفولة، حمام اللي عندي كلوب جون نخدم معاهم زادة. نبدا شيخة نستنى في نهار السبت وقتاش يجي، نستنى في المصيف، نستنى في رحلة. ريتك نبدا ماشية مش هاني خاطرني واجب، خاطر رئيس مكتب محلي عيط لي قال لي راك باش تشد جروب في رحلة ولا في مصيف. نبدا المصيف راني 5 شهر راني نكمل قرايه في الجمعة وانا كراستي في يدي ونخمم وما نرقدش في الليل ونحضر في الليل ديكيزمون نمشي معايا مصايف يعرفوا نبدا هزه سيكان ونحضر، خاطر انا نحب الحاجه اللي نعرفها. وبالحق انا جوفا ما نقولش راضيه على الاخر، خاطر نجم نزيد نعطي اكثر من التزامات قرايه وشويه حاجات هكا، مي راني ان شاء الله مازال باش نعطي اكثر من المنظمه وان شاء الله اللي جاي خير. امين. تيسير الأداء الأمانة بما يمليه عليك. انا باش ناخذ الكلمه الاخرى اللي عجبتني قالتها مي الناس مازال مازال فينا نفس، انا مازلنا باش نعطيو المنظمه. انا شنو عمري؟ معناها عمري 22 سنه، ماشي عديتهم طفله معناها اشترهم، فهمت؟ دونك انا كإطارة ما نجم نقول كان اللي المصايف اعطتني اكثر من اللي انا اعطيتها معناها. وراهو بالحق فضل المصايف عليا انا في حياتي ديجا، حتى في اليوميه نتاعي برشا قراوها، مش كان على يوميتنا الكل. النقطه ذي بالحق نركز عليها، اللي المنظمه كانت عندها دور كبير برشا في حياتنا معناها الشخصيه، سواء في قرايتنا، في تعاملنا مع العباد. معناها بالحق المصايف قد ما نعطوها وشوي كل ام الحنينه، والله الام الحنينه اللي تلم في ولادها. بالحق نشوفكم خويتي بالحق، ما نجم نراكم حتى صحابي ليه خويتي. المنظمه
من بنزرت للتطاوين الناس الكل ساعة مشاكل الناس كما ديما البيت البيت فوالا هذاك شنو نقول بحق ربي يشتغل تحية كامل المكاتب الجهوية تتفرج اللي باش تتبع حلقتنا. بحمد الأداء الأمانة بالمين اللي عليك ضميرك. انا عكس ايناس وميتاقو وميتاسير. انا وياك ما عرفناش المصايف ونحن اطفال، عرفناها كبار شويه. انت كبير كبير برشا عرفت ما عنديش دونك لا محمد رسول الله اسك اعطيك ولا ما اعطيتش بما يوليه عليا ضميري. انا نجم نزيد اكثر من اللي قاعد نعمل حاجه باهيه هذه. ولينا محمد رسول الله باش نسالك سؤال. المنظمه نتاعنا عامله 75 سنه من العطاء في الطفوله والفازات هذوكم. ليلى محمد رسول الله كل فخر وكل ما نعرفش كيفاش اعتزاز اني ننتمي للمنظمه المصايف والجولات. به اسكو باش نسالك اسكو المنظمه هذه اللي نحن نعيشوا فيها توا هي بيدها اللي تعبوا عليها رجالها ونساها قبل 60 و70 سنه حبيتها تكون خير من هكا برشا. اكيد نحن نعيشوا في حاجه مزيانه اللي شرف اني وصلت خلقت عليها في المرحله هذه. اما اسكو هي بيدها اللي تعبوا عليها الرجال هذوكم اللي ضحوا اكثر منا نحن توا، خاطر نسموا نحن توا جينا لقيناها حاضره كما يقولوا فيها. بون حمود انا ما نجمش نعطيك راي او هناك مقدم للحصه، لكن هذا نقول اللي صحيح المنظمه كانت في عطاء كبير برشا قبل، اما توا قدره الله الناس باش يقفوا لها وان شاء الله ان شاء الله. انا تعرف سامحني شو نقول حموده، نحبكم ديما متفائلين. انا نعرف اغراضكم للمنظمه. شوف يمكن احنا كما قلت احنا دخلنا، انا دخلت طفله، انا كنقول لكم فاش دخلت كنت اضحك عمري 5 سنين. راه وقت دخلوني بوبايا الله يرحمه، وقت والله تعيش وقت دخلني راه ماشي خاطر اخواتي اكبر مني بعامين ماشي. امي قالت لها هزها معاكم ما عندي وين نحطها، هذه راهي لازم تمشي والله سيتيكم سببها ما عندي وين نحطها هزها. هذه قاعده من 3 بنات قالت لها امي هزها معاكم للوحده للنادي. من وقتها علاش قلت لك هي المنظمه محلاها، والمنظمه حتى احنا توا اللي قاعدين الكل عندنا عشق كبير. انت دخلت لها كبير، انا دخلت له عمري 5 سنين، يمكن انتمائي كبير برشا تو بالتزاماتي باولادي انا راني ساعات نبطل عرس في جلسه على خاطر عندي التزام مع المصايب. راني ساعات عندي حاجات في خدمتي نبدا نحاول كان يضحكوا علي نوخر لي رونديفو نتاعي على خاطر عندي جمعه التربص. انا تنجم تسالوا مع اصحابي اللي معايا وقت التربص، راهو وقت فما تربص الله يرحمه معناتها مريضه ديما نذكر ديما في فمي. راهو وقت يقول فما تربص راهو تحضيراتي ما عندكش تقرا انت معناتها لازم التليفونات اللي تضرب وكل راهو وسام وقت نقول له راهو يقول لي معناتها نقول له شنو نحضروا هذيك نعملوه هذيك ما نعمل وانا عامله جو وانا شيخه. انا نحب تكونوا معناتها اوبتيميست تفائلوا المنظمه لاباس والله. انتم عشقكم ومحبتكم اللي نشوف فيها في عينيكم هكا وكل شيء هي اللي تخلينا نقدموا. تعرف المنظمه انا شو نقول ناقصه شويه حوارات. الحوار ما بين الشباب ناقص، ما بين الشباب الكثر والكهول هذا ناقص شويه، لقاءات ناقصه. انا نتصور كان عندنا برشا راسلات وكان عندنا برشا تعهدات وكان عندنا رابطات احنا مقدمينها نعرفوا مشاكلنا ونعرفوا لي بوان فيبل بتاعنا. اما راهي المنظمه لاباس والجاي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. سؤال اخير من موسى، شنو رايك في مشروع يوميه مدربين في اونات اللي من خلاله تتجسد برشا مشاريع اخرى، فما اللي تخدموا وفما اللي ما تخدموش؟ شوف انا من مشجعي افكار الشباب مثل ما ولادي، انا كونت بريس موجودين المجموعه الحلوه المزيانه هذه. الفكره انا ريتها مع مكون عزيز عليا معناتها سبقت مع منصب وتعديت عجبتني برشا، اما وقت جيت عجبتني اكثر. بالحق ما احلاها الفكره، ما احلاكم انتم، حسيت الشباب يبدع، حسيت الشباب يتالق، وانتم زاد ما شاء الله عليكم خططتوا ونفذتوا وحبيتوا بعضكم وبلورتوا المشروع. برافو. انا ما عندي كان باش نهنيكم ونقول لكم برافو عليكم، وان شاء الله يكونوا الناس محظوظين كيفي انا هكا تنادوهم وشجعوا. وصلنا لمسك ختام حلقتنا، اكيد جات بحذانا مينوسا وما نجموش نسيبوها الا ما تسمعنا كسويه المزيان بطلب المتابعين نتاعنا في يوميات مدربين في اولاد. شنو تنجم تغني لنا مينوسا؟ فاجأتوني هكا ببالي كانتو كيستيون. انا شنو تحب نغنيو مع بعضنا؟ يلا مع بعضنا نعملوا يا ربنا. يلا يا ربنا
غنى قد حملت كل غنى يا ربنا بارك لنا يا ربنا بارك لنا بارك لنا عيد الجنى يا ربنا يا ربنا هذه الغصون المائلة ترنو إلينا سائلة هذه الغصون المائلة ترن إلينا سائلة تدعو إله الكائنات خالقها خالقنا 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 يا ربنا بارك لنا يا ربنا بارك لنا بارك لنا عيد الجنى يا ربنا يا ربنا بارك لنا يا ربنا واغفر لنا زيتوننا بارك لنا يا ربنا واغفر لنا زيتوننا يا ثروي وطننا يا كل خير وهنا يا كل خير وهنا يا ربنا بارك لنا يا ربنا بارك لنا بارك لنا عيد الجنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربي يبارك في مشروعكم كل التشجيع من قلبي صدقوني من قلبي فرحانة لكم ان شاء الله نشوفكم في اعلى المراتب في حياتكم وفي المنظمه تعيش في الوسط ربي يخليكم عايشكم وان شاء الله نفسي نكونوا حاجه حسن محلى القاعده المزيانه عايشك في ميرسي الوسط بوكو ربي ربي يخليكم. يفضلكم باي باي